اليوم غادي معكم أكلة خفيفة سهلة التحضير ب3 مكونات فقط بالدجاج. المهم غادي نديرو صدر ديال الدجاج، غادي نقطعوه على شكل شرائح طويلة أو ممكن ديروهم على شكل مربعات. نغسلوه مزيان هاد الصدر ديال الدجاج، نغسلوه ونخليوه حتى كيقطر، ومن بعد نقطعوهم على شكل شرائط طويلة اولا شرائح طويله. المهم غادي ناخذ كذلك بصله وحده كبيره نقطعوها على شكل حتى هي شرائح هكايا على شكل طولي، والفلفله حتى هي على شكل طولي. درت هنايا تقريبا 2 فلفلات صغار اولا فلفله كبيره. البصله درت وحده. وبالنسبه للصدر ديال الدجاج عندي تما كاين واحد 400 غرام، اقل من نص كيلو. نحاولوا اننا يعني هاد المكونات نقطعوهم بهذا الشكل اولا نقطعوهم بالشكل اللي بغيتو، مربعات صغيره. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديالهم ساهله ماهله، يعني كتجمعي كلشي في خطره واحده. كتهنى يعني تجمعيهم، تقدري طيبهم في مقلاة اولا قامله. المهم ناخذ واحد الاناء نطيبوا فيه. كنديروا الزيت تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت، وكنديروا الفلفله كنجمعوا كلشي. فلفله وحده كبيره اولا جوج صغار، وعندنا بصله وحده كبيره اولا جوج صغار. ونديروا واحد تومه، يعني فص واحد ديال الثوم تكون كبيره اولا جوج صغار، تنحكوها. كنديروا واحد الكميه ديال المعدنوس اولا القزبر والمعدنوس مخلطين. بالنسبه للعطريه كنديروا هاد التوابل المعروفه، شويه ديال الخرقوم بلدي، البزار والملحه، سكنجبير، التحميره كنديروا غير واحد شويه ماشي بزاف، وكنديروا نص حامضه نعصروها. بالنسبه للحامض نقدروا نديروا داك اللب داخل، كيقول داخل، نحيدو هكا ملعقه ولا فرشات تعطي يعني الدجاج كيجي مع الحامض. اولا ديروا الحامض مصير مقطع طريفات صغار، ونخلطوا هادو مزيان. هاد الخضره كامله، الدجاج مع العطريه تدخل فيه العطريه. ومن بعد غنديروا شويه ديال صلصه الصوجه، هي راه مالحه، هي ما تكثروش الملحه. المهم واحد ملعقه كبيره ديال الصلصه وصافي. ونخلطوا كلشي وتقدروا ديروا زيت زيتون، ونحطوا كلشي في البوطه، نسخنوها يعني حتى غير تسخن الطنجره، ونقصوا عليها من بعد. يعني ما غاديش نديروا واحد شويه ديال الزيت، واخا درنا الزيت في الاول خلطنا مع الخضره، وغنزيد واحد شويه ونغطيو عليها، نخليو كلشي كيطيب، وغادي كلشي غادي يطلق المرق. يعني ما غاديش نزيدو الماء. من بعد ما خليتها واحد تقريبا واحد 15 دقيقه 20 دقيقه، نقصت لها العافيه وكلشي يعني طلق الماء، الخضره طلقات الماء، البصله الفلفله والدجاج كذلك. مهم من بعد ما كلشي يعني كتشوفيه يعني قريب يطيب، كت ملي كتشوفي كلشي طاب يعني كتزيدي العافيه باش الماء كينقص، والدجاج وداكشي كلشي كيتقلى يعني كيتبخر الماء وكتبقى غير الزيت. دابا راه كلشي طاب، غير كنتسناو يعني غير نقصوا شويه داك المرق اللي فيه صافي، ونطفي عليها. دابا كما شفتوا باقي غير شويه ونطفي عليها، يعني ما كتاخذش وقت بزاف، واحد نص ساعه كتوجد لك هذه الاكله. كما شفتوا مراحل الطريقه سهله. من بعد ما طابت لينا كتجي على هذا الشكل، يعني كتبقى الا بغيتو مازال يعني تنقصوا هذا المرق اللي كاين من شفتوا اولا الزيت، يعني ديك الزيت تقدروا تحيدوها، تقدروا الدجاج كيتقلى في داك الزيت حتى كيتحمر. كتجي اكله رائعه لذيذه بزاف، ترافقيها مع يعني البطاطا مقليه ولا مع شي سلطه، وديريها على شكل سندويتشات. يعني هاد الدجاج هذا تقدري ديريه في خبيزات هكايا مع الخس ومطيشه. كتجي اكله رائعه مغذيه ولذيذه في نفس الوقت، وبالصحه والراحه.
وبلا ما طيبيه يعني في البوطه، طيبيه غير في الفران كيجي زوين بهذه الطريقه. دائما يعني تولي تحضريه بهذه الطريقه، ويعني التحضير ديالو ساهل ماهل، وكذلك في الطياب ديالو في الفران دغيا تيطيب، ما تياخذش وقت بزاف، واخا تنوضي معطله دغيا تيطيب. والدجاج كيطيب تيجي رطب بزاف وكيجي محمر. الطريقه ديالو ساهله. تناخذ شويه ديال الدجاج، اي نوعيه ديال عفوا اي جهه بغيتو، اما ديروا جيلات المهم او يكون مخلط. كديروا شويه الملحه، شويه البزار، درت شويه الهريسه غبره، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الخرقوم بلدي، والثومه قطعتها ما حكيتهاش، والمعدنوس مخلط مع القزبور. بالنسبه للعطريه ديروا اي نوعيه العطريه اللي عندكم. كنخلي هذا الخليط، تقدروا تخليو الدجاج مرقد في الليل الغدا وصوبوه، اولا تخليو واحد الساعه هكا كيشرب ديك العطريه صافي. وتناخذوا الاناء اللي غندخلوا الفران، تناخذوا بصله كبيره تنشلضوها بهذه الطريقه هذه. تناخذوا بطاطا، يعني هاد البطاطا راه خضراء يعني ماشي طايبه او مسلوقه، خضراء كنقطعها هكا دوائر. بطاطا ما مسلوقاش، غير باقا خضراء. تنقطعوها وكناخذوا مطيشه، درت انا مطيشه وحده كبيره. تقدروا ديروا جوج مطيشات، المهم درت لنا غير هاد الكميه باش تطلق داك الماء، مطيشه تطلق الماء والبصله باش كيطيب داك الدجاج، والبطاطا حتى هي كطيب. والفلفله حتى هي درت وحده حبه وحده قطعتها على شكل طولي. الفلفله كتعطي واحد النسمه زوينه مع الدجاج. كنحط داك طريفه ديال الدجاج. بالنسبه للمول راه ما غطيتوش بورق ديال الطبخ، ما غطيتوش، شديت واحد ملي بغيت ندخلو الفران شديت واحد الطاوه درتها فوق من المول صافي. يعني ما درتش انايا شي ما درتش ورق الطبخ. المهم كنستفو كنحيدو ديك العطريه كامله، كنشلوها بشويه الماء وصافي، ما تنديروا لا ما لا والو. مازال داك الماء ديال الخضره هو اللي باش كيطيب هاد الوصفه. كنشعل الفران يكون سخون، نسخنوه لاعلى درجه، كنشعل الفوق والتحت. كنغطي هاد المول بشي طاوه كما قلت لكم. ملي كتشعلوا الفوق راه داك الطاوه كتسخن. ملي كتسخن داك الطاوه اللي فوق من المول راه حتى هو تيحمر، كيطيب نفس الوقت كيطيب لينا الدجاج من الفوق وكيتحمر. شي واخا كتغطيه راه كيتحمر من الفوق. ولا بغيتو تزيدو تحمروا تحيدوا داك المول، داك الطاوه من الفوق من المول وتزيدو حمروه. المهم نتوما راه كتراقبوا ديك الا كتراقبوا المول ديالكم الا طلق الماء طاب من التحت صافي كتحيدوا المول وتخليوه يتبخر داك الماء اللي طلق. ملي كيتبخر كتبقى غير ديك الزيت. المهم انا درت الزيت العادي وزيت البلديه حتى هي، ياك ما شفتوا راه زيت البلديه حتى هي ديروها راه كيجي رطوب، والبطاطا حتى هي كطيب. نوريكم البطاطا نقطعها لكم. بغيتو مازال هكايا يعني يتحمر مزيان حمروه، راه كتجي بطاطا طايبه. وهذه هي الوصفه ديالنا اخواتي، نتمنى انها تعجبكم. خليو لي لايك واشتركوا في القناه وبارطاجيو الوصفه مع الاخوات بهذه الطريقه. جربوا غادي يعجبكم. كنحتاجوا اللحم على حسب النوع اللي عندكم، اما بقرا ولا غنمي، وعلى حسب عدد افراد الاسره. كنديروا التوابل، شويه ديال التحميره، الكمون، شويه الملحه، شويه البزار، شويه السكنجبير، الخرقوم بلدي. كنديروا المعدنوس مع الثومه. تقدروا ديروا شويه ديال داك البابه ديال الحامض مصيه حتى هو ديروه. زيت زيتون او زيت البلدي اللي كانت الا بغيتوا تخلطوها بجوج ولا ديروا وحده فيهم. كناخذوا بصله كنقطعوها شرائح، هذه بصله وحده اولا على حسب الحجم ديالها، وحده كبيره ولا ديروا جوج صغار. تنخلطوا اللحم مزيان بداك التوابل. تنزيدوا شويه ديال المطيشه او مطيشه وحده كنقطعوها وصافي. تناخذوا الطاجين تنحطوه في البوطه باش بما نوجدوا بقيه الخضر اللي غادي نديرو. نخليوه يسخن مزيان داك الطاجين. قبل ما نحطوا الطاجين كديروا واحد الحديده من تحت الطاجين باش ما يتشقش ليك وباش ما يتحرقش. ضروري ديك الحديده. في الاول كنديروا العافيه تكون متوسطه، كيسخن الطاجين مزيان، بعد كنقصوها. ودابا غادي نكملوا عاوتاني نضيفوا شويه البصله اللي بقات. درنا غير شويه البصله غنزيدوها من الفوق. ونقادوا البصله في الطاجين كامل. ومن بعد كنضيفوا الفلفله، هذه الفلفله مخلطه اللي عندك، خضراء حمراء ديك الصفراء حتى هي راه كتجي بنينه مع اللحم. وهاد الطاجين ما نديروش فيه البطاطا، غير خيزو مع الفلفله.
وكنضيفوا الجزر او الخيزو مقطع، كنحيدوا ليه القلب. الا كان صغيور يعني ما فيش قلب غليظ نخلي فيه القلب بلا ما تحيديه. الا كان كبير وغليظ داك الساعه كنحيدوا القلب ديالو باش يطيب الخيزو طيب. وكنقطعوه هكا على شكل طولي اولا مدور، المهم حنا كنديروا الشكل اللي بغيتي. تنستفوا بحال الطريق بهذه الطريقه. كنديروا شويه الملحه من الفوق الخضره، ما نكثروش الملحه في الاول. ملي ديري العطريه ديري غير شويه شويه باش الا كان خاص تزيديها. ونديروا زيت زيتون من الفوق ونسدو عليه حتى كيطيب. من بعد ما طاب لينا فما كتشوفي خاص الماء كتزيدي الماء. بهذه الطريقه كيجي زوين. خليوه حتى كيشرب ويتقلى مزيان يعني المرقه كتختار وصافي بالصحه والراحه. من طاب لينا كيجي زوين. خليوه حتى كيطيب اللحم. سدوا على الطاجين نقصوا العافيه حتى كيطيب لكم اللحم. راه واخا طاب الخيزو تشوفوا اللحم واش طاب كيجي رائع. تقدروا تزيدوا البطاطا من الفوق في الاول ملي كطيبوا الطاجين. في الاول قبل ما يطيب زيدوا البطاطا. كاين الوليدات اللي كيبغيو البطاطا زيدوها كيجي رائع. المرقه كتجي خاسره وبنينه. الا عجبتكم الوصفه خليو لي لايك، ولا بغيتو ندير لكم وصفات بحال هادو طواجن شي حاجه اللي هي مغربيه بلديه مرحبا. خليو لي تعليق. مع السلامه. وصفه لوجبه عشاء كذلك او غداء، يعني تقدري ديروها حتى في الغداء. كتجي لذيذه بالبطاطا. الاخوات اللي تيبغيو وصفات بالبطاطس كذلك الوليدات كيبغيو الوصفات اللي فيهم بطاطا. المهم تناخذوا البطاطا وكنقيوها على حسب الكميه اللي باغيين ديروا. نقيوها مزيان نغسلوها مزيان ونقطعوها على شكل طريفات صغار مربعات على هذا الشكل هذا ونغسلوها باش تحيد من هذاك النشا. نغسلوها مزيان ونقليوها حتى نقطروها ما يبقاش فيها الماء. ومن بعد نسخنوا الزيت مزيان بحال كتقلي بطاطا عاديه. غادي نقليوها حتى كتاخذ واحد اللون ذهبي صافي وكنحبسوا بحال الشكل ديال البطاطا الطويله الفريت. المهم حنا درناها مربعات صغيره. تقدري ديريها بحال الشيبس على شكل دوائر تكون رقيقه تقليها، اولا ديريها على شكل طولي كذلك حتى هي مزيانه. المهم كيما بغيتي الشكل اللي باغا. المهم حنا قطعنا مربعات صغار. ومن بعد ناخذوا الكفته تقريبا واحد 20 درهم 20 درهم ديال الكفته، يعني كميه قليله. نديروا فيها واحد الوجبه اللي هي متكامله لجميع افراد الاسره. غنديروا واحد شويه الكفته نحمروها في الزيت. نديروا شويه الزيت والكفته ونخليوها حتى كتحمر شويه. ومن بعد نزيدوا عليها الخضار. ضفت هنايا الفلفله الحمراء والخضراء وواحد بصله والمعدنوس اللي قطعتهم طريفات صغار وغنزيدوهم على الكفته. درنا الكفته هي الاولى باش تاخذ واحد اللون تحمر، لان من بعد ما كتضيفي ليها الخضار وغنديروا فيها حتى سلطه الطماطم غادي ما غاديش تحمر لينا. المهم نسبقوها هي الاولى وتقدري تخليها هي الاخرى يعني على حسب. المهم غادي طيب غطيب. من بعد ما كنزيدوا الخضار غنديروا واحد فاص ديال الثوم اولا جوج نحكوهم جوج اولا وحده ونحكوهم اولا تقطعوهم مربعات صغار. في الاول راه درنا المعدنوس مخلط مع القزبور وغنديروا التوابل شويه الملحه البزار الخرقوم بلدي التحميره شويه السكنجبير والكمون تقريبا. المهم كاع المواد الاساسيه دوك التوابل المعروفه. ومن بعد نزيدوهم وكنديروا واحد شويه ديال المطار ملعقه كبيره او جوج معالق صغار. هذا اختياري يعني الاخوات اللي باغيين اللي عندهم موطر يديروا ما كاينش ماشي مشكل. تقدري تزيدي شويه الهريسه الحار كل واحد والذوق ديالو. كنخلطوا دوك العطريه مزيان مع الخضار ونخليوهم نغطيو عليهم حتى كينزلوا الخضره وطيب في نفس الوقت. نغطيو عليها العافيه متوسطه حتى كتشوفوا الخضره هي نزلات وطيبه. كتطلق الماء ديالها وكطيب في داك الماء ديالها. يعني الا بغيتو تزيدوا حتى شويه شي قطرات ديال الماء زيدوهم. من بعد ما كتشوفوا هي الخضره قريبه طيب كنزيدوا واحد شويه ديال المطيشه ديال مطيشه يعني الصلصه ديال المطيشه ديال البواطه اولا تكون موجوده عندك في الدار تصاوبيها وتخليها في الثلاجه. وقت ما كتضيفيها لي باط اولا الوصفات هكا الكاطا كتكون موجوده عندك. تقريبا ديري واحد 3 معالق ديال المطيشه ولا 3 اولا 4 على حسب الكميه اللي بغيتي ديري. صافي مجرد طيب ديك المطيشه صافي كتطفي عليها صافي تغطي عليها وتطفيها.
ودابا غادي نوجدوا الكاطا ديالنا، ندخلوا الفران، غادي ناخذوا المول اللي غادي ندخلوه، اما دائري اولا مستطيل، غندهنوه بالزبده. وكذلك ديك الزبده كتدخل في الكاطا، ماشي درنا غير باش ما تلصقش لينا، وانما حتى ملي كطيب كتعطي واحد المذاق زوين للكاطا. بالنسبه للبطاطا ملي كتقلى لينا راه كتجي بحال هكايا، ما حمرتهاش بزاف. وغادي نديرها في المول، وغادي نزيدوا عليها بعض التوابل، الملحه والبزار، لان ما درتش فيها الملحه، لان البطاطا هي اصلا ما كتكونش مسوشه. نزيدوا فيها غير شويه الملح، ماشي بزاف، لان غنزيدوها درناها في الخضره، وغنديروها في البيض. درت شويه البزار ونزيد شويه الملح، نخلطوهم مع داك الملحه والبزار ومع داك الزبده اللي كاينه، ونستفوها مزيان، نديروها الطبقه التحتانيه. ودابا غناخذوا البيض، درت الحبات ديال البيض هادو 6 الحبات اولا 7 كما قلت لكم على حسب الاشخاص. وغندير واحد شويه الحليب، تقريبا نص كاس ديال الحليب. نزيدوا العطريه اللي هي الملحه والبزار، يعني ما زيدش شي حاجه اخرى. وغنزيد واحد الملعقه ديال هاد الياغورت طبيعي، ما فيش ماشي حلو، هو تكون حامض شويه. تقدري تزيدي اي فرماج بغيتي ديريه اولا بلاش، ماشي ضروري يكون عندك هاد الزبادي هذا. الا ما كانش متوفر بدون، يعني بدون زبادي، ديري غير الحليب. وتنخلطوهم مزيان داك البيض بالخلاط اليدوي. ومن بعد غادي ناخذ داك من طابت لينا، كتجي محمره ولذيذه بزاف. تقدري تاكلي هاد الصلصه هذه بالخضار، تاكليها هكاك بدون يعني تدخلها الفران، كتجي زوينه. تقدري تزيديها حتى في لي باط كذلك. وغادي نستفها فوق البطاطا. نديرو واحد الطبقه الثانيه فوق البطاطا، نسرحوها مزيان. بالنسبه لهاد الوصفه راه بدون جبن، ما غاديش نزيدو الفرماج، يعني ماشي ضروري بغينا نديرو كغاطا نديرو الفرماج، يعني بدون جبن. غنخلطو داك البيض نديرو فوق الخضره، كتغطى كامله هاد الكغاطا. ونشعلو الفران يكون سخون، كنشعل الفوق والتحت، يعني في خطره وحده، دقه وحده شعلوا الفران فوق والتحت. الفران الكهربائي الائتمان اللي عندي انايا ولا ديال الكاز. المهم كطيب دغيا، يعني واحد 20 دقيقه كطيب. كنديرها حتى 200 درجه التحت والفوق كما قلت لكم. تحمر، تخليو الطاوه يعني المول الوسط باش ما يتحمرش لكم فوق بزاف. الا شفتوا الفوق تحمر لكم طفوا الفوق، يعني شعلت في دقه الفوق والتحت حتى كتولي لنا بحال هكا طايبه محمره وشاربه. داك اللي ما كيبقاش فيها، كيبقى فيها غير الليدام، ما تبقاش داك البيض. يعني تحمرات مزيان. ولا بغيتو تزيدوا الجبن كما قلت لكم تقدروا ديروها في وسط الكاطا، ومن بعد ديروها ملي تطيب ديروها الفوق وخليوها يذوب فيها داك الجبن وصافي. هذه هي الاكله ديالنا الخفيفه متكامله، يعني فيها الخضار، فيها فيها الكفته. يعني تقدري ديريها للغدا العشاء، سهله التحضير، مكوناتها يعني متوفره في كل بيت. الكفته ماشي كثيره، ديروا غير 20 درهم، يعني اقل من 20 درهم ولا 10 دراهم، كتعطي واحد البنه للكغاطا. الوليدات ما تيبغوش خضره راه غادي يبغيو هاد الوصفه. كما قلت لكم راه كتجي محمره حتى من التحت. بالنسبه للبطاطا اللي بغيتو تقليوها تقدروا غير تسلقوها وديروها في الطبقه التحتانيه وتزيدوا طبقه اخرى الوسط. ونوريكم كيفاش كتكون، يعني قطع لكم واحد الطريف كتجي مجموعه. ما تنساوش اخواتي لايك، اشتراك في القناه، ودعموا القناه بتشجيعاتكم، التعليق ديالكم كيهم القناه وكيهم كل اخت عندها قناه، لان بلا بكم قناه لا شيء. نتمنى انكم تدعموني وتشجعوني وتفاعلوا مع الفيديوهات ديالي. دائما تنزل فيديوهات ما كيكونش تفاعل. نتمنى اخواتي انكم تشجعوا القناه، تشجعوا يعني تشجعوني هكا بلايكات. اللايكات مهمه للفيديو باش الفيديو يبان ويطلع. والوصفه ديالنا هي هذه، كتجي لذيذه وبصحه والراحه. نتمنى
بالنسبه للوصفه اللي غندير معاكم دابا الغداء او العشاء، وصفه خفيفه وسهله في التحضير. تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير. على بركه الله. كما كتشوفوا المكونات هما هادو. غنحتاجوا البصله، بصله قطعتها كما كتشوفوا، يعني قطعتها غير طريفات صغار. الفلفله حمراء هي اللي غادي تضيف هاد النكهه الجديده في الكفته. ودرت 3 ديال الفصوص ديال الثوم، ثومه محكوكه، بصله صغيره يعني ماشي تكون كبيره، وفلفله وحده يعني حجم متوسط ماشي كبيره، قطعتهم طراف. والكفته هي هذه، درت فيها هكا شويه ديال المعدنوس مع القزبور، شويه ديال الثومه، والقامه المعروفه ديال التحميره والقزبور مطحون، وشويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم بلدي، ثومه كذلك. المهم غادي نعجنوها من بعد. والبزار والملحه، يعني كنديروا شويه الملحه في القامه في الكفته وشويه الملحه في لاصوص. دابا غادي نديروا داك لاصوص، يعني لاصوص تكون يعني حمراء. غنديروا البصله والفلفله على البوطه مع الزيت في البوطه حتى تشحر. خليوها على في البوطه، يعني تكون ضروري ديك الحديده تحت الطاجين. ما تديروش الطاجين ديريكت العافيه باش ما تحرقش لكم ولا شي حاجه للاخوات المبتدئات. كنخلطوا ديك الكفته مزيان، اما ديروا كفته ديال الدجاج او لا داند او الكفته عاديه اللي عندكم. انا درت هاد ديال لا داند، كاين اللي ما تيبغيهاش، ولكن ديري فيها القامه مزيان يعني تعطي واحد المنه زوينه. ممكن نديرو كويرات، خليوها على جنب. ما شفتوا دابا الطاجين كيتقلى هكايا، خشوا البصله والفلفله بوحدها، من بعد غنضيفو باقي المكونات. كنخليوها كيتقلى في الزيت شويه ماشي بزاف. كاين اللي تيحك البصله، يعني ما تيخليهاش تكون باينه، ولكن ملي كطيب راه ما تتبانش ملي كتنزل. هذه بصله خضاريه ماشي بصله عاديه، وانتم ديروا اي بصله، ماشي ضروري ديك الخضره خضاريه. المهم غادي نخليها مازال عاوتاني طيب ونرجع ليها. دابا غادي نضيف ليها واحد جوج مطيشات حكيتهم، وشويه ديال المعدنوس والقزبر مخلطين، وشويه ديال الهريسه والقامه، درنا التحميره، الملحه، السكنجبير، البزار، الكمون، ودرنا القزبر مطحون. هاد القامه اللي درتها دابا هي اللي درت في الكفته. وغندير واحد الملعقه كبيره ديال مطيشه الحك. هذه الا ما كانش بلاش تقدروا ما ديروهاش. كاين اللي كيبغي هكا لاصوص تكون حامضه وحمراء، وكاين اللي ما تيبغيهاش تكون عادي بلا ما تزيدوها. تنخليو المكونات حتى كيطيبوا كما كتشوفوا. خليتهم حتى يعني المطيشه تلقات وتشحرات، غلات شويه. كاين اللي كيقطع مطيشه يعني تقطعها ما تيحكهاش، وكاين اللي تيحكها على حساب. المهم زدت شويه ديال زيت الزيتون، ضيفوا زيت زيتون، نخليوها شويه عاوتاني. المهم كنطلعوا عليها مره شفتوها طابت صافي، نزلت صافي غنزيدوا الكفته حتى كتنزل لكم داك البصله ومطيشه. كنضيفوا دابا الكفته، درناها كويرات حجم اللي باغي على حسب حجم الطاجين. تقريبا هنا راه نص كيلو، 500 غرام او 400 او 450 بحال هكاك. المهم واحد تكفي طاجين كيجي هو هذاك العبار ديال الطاجين مع الكفته، هو هذاك صافي. ونغطيو عليها نخليوها. تقدروا تزيدوا فوق منها شويه المعدنوس فوق منها، اولا كاين اللي كيزيد الحامض مقطع، ولكن حنا غنديرو فيها البيض، مبغيناش داك الحامض، مبغيناش ديك الحموضه. صافي نخليوها نغطيو عليها حتى كيطيب ديك الكفته. هي كطيب ما تاخذش وقت بزاف. كنطلعوا عليها هكايا مره لا تلصق لكم ولا شي حاجه، ما تجهدوش العافيه. المهم كتشوفوا كنحركوها هكايا لتحت تكون لاصقه. وصافي من بعد ما كتشوفوا الكفته صافي طابت وكلشي يعني صافي هو هذاك، كنضيفوا البيض. اخر مرحله هي البيض. كنضيفوا اما وحدات بحال هكايا بيضه على بيضه، ما كنخلطوهمش، اولا تخلطوهم وديروهم فوق الكفته. وهكا كتجي منظر زوين. كل واحد تياخد بيضه ديالته، يعني من تيبغي كيطيب الطاجين كتجي كل واحد تياخد واحد الطريف اللي فيه البيض. هكا تيجي مزيان. تقدروا درت 6 وديروا 7 وحده الوسط على حسب عدد الاشخاص كذلك. المهم دابا درنا شويه المعدنوس ونخليو الطاجين يطيب، البيض كيطيب. كاين اللي كيبغي داك اصفر البيض تيبقى خضر، يعني ما تيبغيش يطيب بزاف.
كل واحد والذوق ديالو. كنخليو الطاجين يطيب ومن بعد نرجعوا ليه، يعني تقريبا واحد 10 دقائق غاية تجمع البيض صافي. كتشوفوا داك اصفر البيض الا بغيتوه يطيب من الوسط تحاولوا تحلوهم، كاين اللي تيبغيوهم يبانوا هكايا خضرين، ولكن أنا حليتهم باش يطيبوا يتجمعوا، متبغوش يكونوا هكا خضرين صافي. بالنسبه للشحمه كاين اللي كتكون فيها داك، عفوا داك الكفته كتكون فيها الشحمه كتلق ليدام، الا كان دايره غنمي كاين اللي كيخلطوا هكا بالشحمه. حاولوا انكم تخلطوا تحيدوا الزيت الا كانت كثيره تحيدوها، واخا هكاكا ملي تيبرد الطاجين كتنشف، يعني داكشي كلشي كيتشرب، داك الطاجين كيشرب صافي. دابا غادي نديرو شويه البزار، شويه الكمون من الفوق، شويه المعدنوس، الا بغيتو تزيدوا الزيتون هكا الفوق. ولكن البيض مع البيض ما كان بلا ما تضيفوا الزيتون كيجي رائع، كيجي بنين ساهل في التحضير، ما تياخذش وقت بزاف. واخا تكون يعني معطله توجد الطاجين ديالك كتضيفوا شويه الزويت هكايا ديال البلديه من الفوق، وهو الطاجين واجد. الطاجين ديالنا صافي طاب، ما علينا غير نوجدو نحطو في الطبيله ونوجدو معاه ناكلو بالصحه والراحه. كما كتشوفوا تحضروا في الغداء، تحضروا في العشاء، تيجي زوين بزاف. تقدروا ديروه غير في مقله بهذه الطريقه بلا ما ديروه في الطاجين الا ما كانش عندكم ولا شي حاجه، المهم حتى في مقله بهذه الطريقه يجي زوين. دابا كتشوفوه فيه شويه ديال الزيت والماء، ولكن ملي تيبرد تلقاه يشرب، باقي سخون دابا كيشرب داك الليدام داك الزيت. كما قلت لكم الا كانت الليدام كثيره كتحيدوها، لان الكفته كتكون فيها شويه الشحمه اذا كانت كثيره بزاف. وانايا راه ما فيهاش الشحمه بزاف، ما فيهاش يعني ديك الشحمه. انا درت الزيت كثرت ودرت ديك البلديه هي اللي بانت. مهم كيجي زيت البلديه زوين بزاف. كما كتشوفوا اخواتي هاد الطريقه اللي كندير كيجي واعر وزوين بزاف، وتنديرو هكا في طبيص 3 الوليدات هكايا الا كان طاجين سخون. مهم تيجي كل واحده تعطي ديك البيضه ديالو بشويه الكفته لاصوص، كيجي رائع بنين. جربوه ما غاديش تندموا، يعني حتى الطريقه غادي تعجبكم بالفلفله الحمراء. ما تبخلوش ليا باللايكات والاشتراك في القناه والبارطاج مع الاصدقاء. مع السلامه، مع فيديو جديد ان شاء الله في رعايه الله، الى اللقاء، بصحه والراحه.